مساء الخير يا حلوين، اليوم رح أعرفكم على وصفة معجنات قديمة من التراث الألماني بسموها شنط التفاح، وبالألماني بيقولوا لها أبفلتاشي، بتلاقوها بقسم المخبوزات وبكل المخابز المحلات التجارية. هيك خلينا نبلش بالوصفة ونشوف المقادير وكيف بدنا نحضرها. بدنا نحتاج أول شي 3 تفاحات حجمهم وسط، أنا استخدمت تفاحتين حمر وتفاحة خضراء، وأنتم فيكم تستخدموا التفاح المتوفر عندكم في البيت. نبلش أول شي بتقشير التفاح. بالنسبة لقشر التفاح ما رح نكبه، بدنا نحتفظ فيه ونعمل فيه خل تفاح. أنا عندي هاي القنينة، امبارحة كمان استخدمت تفاح عملت كيكة التفاح، فهلأ بدي أحطهم جوات القنينة وبعدها بدي أضيف عليهم مي واستخدمهم خل التفاح. هلأ بدنا نقطع التفاح لقطع صغيرة. أول شي بدنا نشيل قلبه، نقطعه شكل مربعات صغيرة بالشكل هاد. قطعت التفاح، هلأ بدنا نحطه بأي طواية أو طنجرة أو أي شي متوفر عندكم في البيت. بدنا نضيف له قرفة لأن التفاح بحب القرفة، تقريبا معلقة صغيرة قرفة، فيكم تحطوا قرفة قد ما انتم بتحبوا. وبدنا نضيف كمان سكر، فيكم تستخدموا السكر البني أو السكر الأبيض، كمان حوالي معلقة. وبدنا نضيف كمان عصرة ليمونة، تقريبا معلقتين عصير ليمون. وبدنا تقريبا معلقة طعام زبدة. هلا بنحطهم على النار وبنخلي التفاح يستوي. مثل ما انكم شايفين حطيت التفاح على النار وبحركه هيك على الهادي، ونضل نحركه ونقلبه لين ما يستوي عنا التفاح ونحس انه هيك التفاحة صارت هيك طرية، نضغط عليها تصير طرية. هيك تقريبا وصلنا للقوام اللي بدنا اياه. التفاح عندي استوى، في منه حتى هيك انهرس، وانا هيك بدي بعض حبيبات التفاح يكونوا هيك مهروسين، وفي منهم هيك تلاقوهم صحاح شوي، في منهم انهرسوا. وطبعا ما فيها مي، يعني حاولت اشف مية التفاح عشان ما تخرب لي العجين. اذا كانت مية التفاح عندكم كتيرة فيكم تستخدموا تقريبا معلقة نشا وربع كاسة مي تحطوها فوق التفاح عشان تنشفوا المي الموجودة فيها. بدنا نطفي عليه النار ونتركه يبرد تماما. قبل ما يبرد عنا حشو التفاح بدنا نطلع عجينة البليتا تايج أو رقائق البافسبري، وبدنا نخليهم يتركوا بدنا نخليهم يدفوا بحرارة الغرفة. بدهم تقريبا من 5 ل10 دقايق بنتركهم يدفوا بحرارة الغرفة لين ما تبرد عنا حشوة التفاح. بالنسبة للرقائق اللي عم بستخدمها موجودة متوفرة بكل المولات الألمانية والتركية، مكتوب عليها بليتا تايج، ومكتوب عليها كمان فيجان. فيجان يعني ما دخل لأي مواد حيوانية، حتى الزبدة المستخدمة فيها نباتية. هلا رح بلش افتح العجينة شوي شوي، بس ما رح افتحها كلها عشان تدفى عندي. نفتحها بشكل تدريجي، بس نوصل للمحل اللي تكون هي الساعة فيه باردة بتشقق نتركها. هلا صارت العجينة جاهزة، فتحتها كلها وبدي اقطعها اول شي بالنص.
بدي أحدد إنهم نص على الضبط، يعني النص هون راح يكون تقريبا. أنا مو كتير شاطرة بالتقطيع، ولكن نحاول قدر الإمكان نقطعها بشكل مستقيم متساوي. هلأ بدنا نقطعها كمان بالنص. صار عندي 8 قطع، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهلأ نبلش نحشي العجين. رح نوزع أول شي الحشو بالشكل هاد. كان عندي قطعتين من مكفة الحشوة بدي أحشيهم قفل موس. هلأ رح نبلش بتسكيل العجين. أفكر أعملهم مثلثات ولا أعملهم مربعات أو مستطيلات. هلأ قررت أعملهم مستطيلات، رح يطلع شكلهم أحلى. أنتوا شو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات. أغلب المولات الألمانية ملاقيين على شكل مثلثات، بس أنا بحب الشكل المستطيل أكتر. هلأ لازم نستعجل شوي بالشغل عشان نذوب عنا العجين. هلأ بنجيب شوكة ونعمل شكل الفطيرة هيك حلو، نسكر العجين كتير منيح. بدي كمان أعملها من هون هيك، نسكرها من كل الأطراف طبعا بالشكل هيك ونقصها. هي صارت جاهزة تقريبا. نروح للتانية نفس الطريقة بالشوكة، نسكر العجين كتير منيح عشان ما تفتح معنا بالفرن. حطيت فطاير تفاح صينية وجهزتهم للفرن، وهون حطيت بيضة كاملة خفقتها وحطيت لها ربع معلقة فانيليا، رح أدهن وش الفطاير. هلا بدنا نرشهم سكر، كل ما كان السكر خشن كل ما بيطلع أطيب. فيكم تستغنوا عن هالخطوة هي إنه ما ترشوهم سكر، بس صدقوني هاي الخطوة رح تعطيهم هيك لون حلو وقرمشة. السكر الخشن عم بستخدمه نفسه السكر العادي الأبيض اللي بنحطه مع الشاي. هلا بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 180، رح ياخدوا معنا تقريبا 25 ل 30 دقيقة حسب الفرن المتوفر عندكم في البيت. وهيك شكل قفل تاشة أو شنط التفاح بالفرن. حبيت صوركم إياهم تقريبا بدهم ثواني وبيكونوا جاهزين. بعد ما طلعت القفل تاشة من الفرن صار وقت إنه نزينهم ببودرة السكر أو السكر بودرة. هذا الشي بيرجع لإلكم اختياري، فيكم تزينوهم بسكر بودرة، فيكم تزينوهم كمان بالسكر الخشن. وأكيد ما بتكمل اللوحة الفنية تبعيتنا إلا باللمسة الأخيرة واللي هي القرفة، اللي بتكمل الصورة الحلوة واللي بتكمل النكهة الطيبة. وهيك طلع شكل الفطاير. قطعت الفطيرة بالنص عشان أفرجيكم الحشوة تبعيتها. طعمة ولا أروع من هيك، وعم تقرش قرش بالتم. بتمنى إنكم تجربوها وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وما تنسوا اللايك وتفعيل زر الجرس وتعليق حلو منكم، لأني هالشي هذا بتعملوه بدعم القناة. لا تنسوني من دعائكم، واشوفكم على خير وسلام.